تأهل المنتخب العراقي لنهائي بطولة خليجي 25 بعد تغلبه على شقيقه القطري 2-1 مساء اليوم الاثنين على ملعب البصرة الدولي أمام أكثر من 70 ألف متفرج عراقي. تقدم العراق أولا عن طريق إبراهيم بايش في الدقيقة 19، وتمكن عمرو سراج من معادلة النتيجة للعنابي في الدقيقة 29 قبل أن يضاعف أيمن حسين النتيجة لأسود الرافدين بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 43. فرض المنتخب العراقي أسلوبه منذ بداية المباراة بعد إشراك ثلاثي المنتصف أمجد عطوان وأمير العماري ومحمد علي عبود الذين صنعوا أكثر من محاولة على المرمى القطري. وأهدر أيمن حسين أولى المحاولات العراقية بعد رأسية تصدي لها ببراعة مشعل برسيم. وظهر دفاع المنتخب القطري بصورة جيدة بفضل تواجد طارق سلمان الذي أحكم رقابته على مهاجم العراق أيمن حسين. ومن كرة ثابتة نفذها أمير العماري استقبلها مصطفى ناظر برأسية جميلة أبعدها الحارس القطري مشعل برشم، ثم تابعها بهدوء إبراهيم بايش ليهز الشباك بهدف أول لأسود الرافدين. وتمكن المنتخب القطري من استغلال الهفوة الدفاعية للحارس جلال حسن وزميله علي فائز ليتابع عمرو سراج الكرة المرتدة ويضعها في شباك المنتخب العراقي معلنا تسجيل هدف التعادل للعنابي. ومع تبادل المحاولات وكثرة إشهارات البطاقات الصفراء من قبل الحكم الصيني ماتينج ضد لاعبي الفريقين ومدرب قطر برونو، واستغل أيمن حسين خطأ دفاع الضيوف وتمكن من تسجيل الهدف الثاني بطريقة جميلة وسط فرحة عارمة من الجماهير العراقية الغفيرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم عراقي بنتيجة 2-1. وسمحت الفريق القطري عدة فرص في بداية الشوط الثاني أخطرها محاولة عمرو سراج التي ردتها العارضة، ثم أهدر درغام إسماعيل فرصة لمضاعفة النتيجة تألق في إبعادها الحارس القطري مشعل برشم.